في شخص انتشر قبل فترة يمكن أغلبكم بيعرفوا اسمه أحمد الفاتح. فكونه اسمه أحمد هذا الشخص ذكر، بس هذا الشخص كان حامل وخلف كمان، فخلف بنت اسمها مايا. ومين أبوه لمايا؟ شخص غني أصله سعودي. وبعدين انتشرت أقاويل إنه هو مات بعد ما خلف، وبعدين قالوا إنه البنت ماتت، ويمكن في عالم عم تقول هلا إنه هي لسه عايشة. فاليوم راح أحكي لكم عن هذا الموضوع كلياته ونشوف فيديوهات مع بعض، هل هذا الموضوع كذب ولا لا؟ فخلينا نبلش الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. SYP is back. رجعنا لكم اليوم يا جماعة الخير فيديو أثار الجدل آخر فترة على التيك توك. فقبل ما نبلش وقبل ما نحكي عن الفيديو، اللي مو حاط لايك يحط لايك يا جماعة الخير. خلينا نوصل هذا الفيديو لأكثر من 2000 لايك، واللي مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة، ما ضل شيء لحتى نوصل لل 100,000. وإذا عندكم أفكار يا جماعة الخير مثل هي الفكرة، يعني أنتم اللي بعتوا لي هي الفكرة لحتى عملت هلا عليها فيديو، فإذا عندكم أفكار اكتبوا لي اياها تحت بالتعليقات، أو اعملوا لي منشن على الانستا وعلى التيك توك على فيديوهات غريبة أنتم بتشوفوها. وحسابي على الانستا وحساباتي التواصل الاجتماعي رح تلاقوها كلياتها بالوصف. وبس هلا خلينا نبلش بالفيديو. فهذا يا جماعة الخير هذا الشخص اسمه أحمد الفاتح، هذا فنان جزائري هيك بيقولوا، يعني وصار أنثى على أساس، فإنه تجوز من شخص سعودي وبعدين أنجب بنت اسمها مايا. وبعد ما أجت مايا في كتير إشاعات صارت تحكي إنه هو مات أو البنت ماتت، والبوستات حرفيا تعبت بالإنستا وبالتيك توك. فخلينا نشوف هاي الفيديوهات مع بعض، وآخر شيء نحكي عن القصة كلياتها. مثل ما شفتوا يا جماعة الخير، هذا هو تقريبا أشهر فيديو انتشر هاي القصة. صار يحكوا العالم إنه هذا الشخص بعد ما تحول إجا هذا الشخص السعودي وتبناه لأنه عيلته ما تقبلته، فبس تبناه بعد فترة يعني أخونا أحمد صار حامل وخلف كمان، يعني خلف بنت. يعني من وين إجا البنت ما بنعرف يا جماعة الخير، يعني اسمه أحمد كمان، يعني حيشها اسمه، فمن وين بظت البنت ومن وين أصلا إجت البنت يعني ما حدا بيعرف. هلا اوكي اذا بحثوا عن هذا الشيء فعلا في هيك شيء، يعني العالم وصلت لهالتطور انه الذكر يحمل، بس يا جماعه الخير هذا الشيء كتير خطير وبده رقابه من اكثر من طبيب، ورقابه مستمره كمان. يعني هذا الشيء ما بصير هيك بس انه بعمليه. على كل انا بدي احاول ما كتير احكي بالمواضيع، يعني مشان اليوتيوب ما يشيل لي هذا الفيديو، بدي احاول ما كثير اتدخل بهالموضوع. راح فهمكم القصه وفهمكم كل شيء يعني صاير بهذا الموضوع، اما مواضيع ثانيه يعني ما راح اتدخل، انتم بتعرفوا كل شيء ما في داعي احكي. الحقيقة الكاملة وراء مقتل الفنان الجزائري أحمد فاتح في حادثة مثيرة وغامضة. قتل مساء أمس الفنان الجزائري الشهير أحمد فاتح في مقر إقامته السري بضواحي باريس. أحمد الذي تصدر العناوين قبل أشهر عندما أعلن بشكل صادم عن حمله، أصبح أول رجل عربي ينجب طفلة بيولوجيا في سابقة طبية نادرة بعد خضوعه لعملية تحول بيولوجي. المفاجأة الأكبر، الطفلة ولدت من زواج قانوني جمعه برجل الأعمال السعودي جابر المحمدي. لكن ما لم يكن في الحسبان، والد أحمد المعروف بتشدده الديني والاجتماعي تعقب مكان ابنه بعد تسريب معلومات من داخل. طبعا شوفوا انتم التشويه بهي الصفحة شلون صاير، يعني هي الصفحة هي الصفحة الأساسية اللي نشرت هذا الخبر، حتى الخبر انتشر بكل التيك توك. اللي شوفوا على الكلام اللي عم تحكيه انه هو جزائري وتجوز من واحد سعودي وابوه كان متشدد كثير بالدين، يعني شو المعلومات هي؟ والمشكلة ما في ولا دليل، يعني هذا الموضوع احكي عليه آخر شيء، بس ما في ولا دليل بيثبت هذا الشيء. الدائرة القريبة ليقوم باقتحام المنزل بسلاح ناري. الطلقات أطلقت بدقة. أحمد مات في الحال. الشرطة عثرت عليه إلى جانب صورة ابنته. شايفين يا جماعة الخير هي صفحة شو عم تحكي انه هو مات بالرصاص، بس كمان دور على الموضوع شوي بتلاقي انه هو مات بحمى. يعني انا هلا فيني اعمل هذا الموضوع مثلا وما اقول لكم انه هذا الموضوع كذب، وكمان احكي لكم معلومات من عندي وانتم تصدقوها. يعني حرفيا اي صفحة عم تطلع تحكي معلومات من عندها بس عم تمشي الفيديو. أول رجل عربي يتجوز من راجل زيه وبقى حامل منه وخلف كمان، ووفاته قلبت الدنيا والناس قالت ده انتقام السما. أحمد الفاتح أول راجل يخوض تجربة الحمل والولادة، مات بعد معاناة مع مضاعفات الولادة القيصرية، بس وفاته فتحت. شايفين يا جماعة الخير هي الصفحة عم تحكي شيء تاني. شايفين يا جماعة الخير هذيك الصفحة عم تحكي انه مات بإطلاق من النار، وهي الصفحة عم تحكي مات مشان الحمل. يعني أنا ما بعرف هيك صفحات أخبارية شلون فينا تنشر خبر إذا ما لها متأكدة منه. أحمد الفاتح أول راجل عربي يحمل ويخلف وبعدها يموت. هل المجتمع كان قاسي على أحمد الفاتح أم إن أحمد غلط وكان يستحق العقاب؟ الاسم أحمد الفاتح فنان جزائري عمره 28 سنة. الشكل الظاهري شكل راجل زي ما هو ظاهر قدامك، لكن الحالة الفسيولوجية إن هرمونات الأنوثة عند أحمد كانت أكتر من هرمونات الذكورة، ودي حاجة الإنسان ممكن يتولد بيها وبتفضل مستمرة معاه، وأحيانا بيتم العلاج منها وأحيانا ما بينفعلهاش علاج. يعني بيكون راجل بس عنده اضطرابات هرمونية وميوله بتكون للرجالة مش للستات. يعني تخيل راجل بس كل اللي بيقف
يعجب بيهم رجاله. طب لهذا الشخص اللي ناشر هذا الفيديو، يعني انا شايف هذا الشخص معروف وصفحته موثقه، طب انت من وين دليلك؟ يعني انت عم تنشر هذا الشيء، وين دليلك؟ ان هو هرموناته الانثويه كانت اكثر من الذكوريه، طب انت وين دليلك؟ انت شلون تعرف هذا الحكي اصلا؟ ترى يا جماعه الخير هذا الشخص لما ينقال عنه احمد هي اساءه للدين، ولما ينقال عنه جزائر هي كمان اساءه للبلد، لا وكمان حطوا الشخص اللي تبناه وعلى اساس تزوجه شخص سعودي، يعني اساءه للسعوديه وللجزائر وللدين الاسلامي. يعني وعم شوف التعليقات لك العالم كلياتها مصدقه انه شو سبب الحمل وامتى مات وهي والله لا يوفى ويلا يا شو بدنا نتعاطف معه ومدري شو، طب العالم ممكن حتى العالم كلياتها مصدقه يا رجل، وهدول العالم ما بيلاموا، يعني هدول الجمهور عم يشوفوا وعم يعلقوا، العتب على صانع المحتوى اللي عم ينشر هيك شيء. اوكي يا جماعه الخير، بتفوتوا على التيك توك تكتبوا هذا اليوزر في تالي مدري شو اسمه، بتشوفوا انه هو هذا الشخص نفسه اللي عم يحكوا عنه انه هو احمد الفاتح. هذا شخص اوكراني مدري روسي، ما بعرف انه مو اجنبي يعني مو عربي، وبينشر يومياته بلوس انجلوس، يعني ساكن هنيك هو. خلينا نشوف الفيديوهات تبعه اللي العرب عم ينشروها. نعم ذهبت مع صديقي لكي نشتري العرباية، أرفضت. نعم هذه العرباية جيدة أعتقد، سوف أختار الآن عرباية لبنتي مايا، هذه ليست مريحة وغالية بعض الشيء، لنعثر على عرباية أخرى. نعم رأيت هذا الكرسي للسيارة لكي أضع مايا بها، نعم أعتقد أنه مريح جدا. رأيت هذه العرباية إنها جيدة بعض الشيء ورخيصة يمكنني شرائها. نعم هذا الشيء مريح جدا. يعني سؤال يا جماعة الخير، انتوا حاليا عم تتابعوا المقطع، يعني مو ملاحظين في شيء غريب؟ يعني في شيء هيك اوكي خلينا نكمل المقطع بس ركزوا اكثر يعني انتوا. نعم مرة اخرى هذه السيارة رائعة لمايا لكي تركبوها، هذا المجهر ايضا رائع لكي ترى به، وهذا العملاق ايضا الاسود رائع انه سعره غالي بعض الشيء. نعم وهذا سعره مناسب، أعتقد أنه أريد ما هذا ماذا يفعل لا أعلم. هذه الألعاب رائعة أيضا لمايا، إنها تحب الأطفال. هذا الحصان لكي تركبها ونحن نركبه. هذه السيارة أيضا رائعة، وهذا لا أعلم. نراكم في حلقة سابقة، السلام عليكم. مثل ما شايفين يا جماعة الخير هذا المقطع كلياته، هذا المقطع له خيارين، يا فيديو تمثيلي يا فيديو بالذكاء الاصطناعي، ما في خيار ثالث، ما في اي شيء بيثبت يا جماعه الخير. يعني هلا انت قلت انا من الشخص العربي عم بحكي على هذا الشخص الاوكراني مدري الروسي، ما في اي شيء بدل انه هذا الشخص حامل، وافترضنا يا جماعه الخير انه هذا الحكي صح وهذا الشخص ولد هاي البنت. يا جماعه الخير اذا صار هيك شيء فعلا بالعالم، اول صفحات اخباريه اجنبيه بتنشر على هذا الشيء، ان كان صفحه BBC او صفحه CNN، مو صفحات تيك توك بتنشر هذا الشيء، انه شخص تحول بعدين صار حامل بعدين خلف، وصفحات العالميه صفحات الاخباريه العالميه ما نشرت هذا الشيء مستحيل. يعني اصلا هذا الشيء كتير غريب بالعالم، وعالم كتير قليله قدرت تسوي هذا الشيء، فبدكم هيك شيء يصير والصفحات العالميه ما تنشر والتيك توك هو اللي ينشر؟ وغير هيك يا جماعه الخير انا هي القصه اللي عم بحكي لكم اياها على هذا الشخص الاوكراني، اما القصه العربيه تبع احمد الفاتح هي القصه كلياتها كذب بكذب. يعني انا حاليا عم بحكي لكم على هذا الشخص الاوكراني اللي نسبه كتير قليله يكون هذا الحكي تبعه صح، يعني نسبه كتير كبيره بتقول انه هذا الفيديو ذكاء اصطناعي او فيديو تمثيلي، فما بالكم القصة العربية تبع أحمد الفاتح الجزائري اللي تزوج واحد سعودي واللي أهله تبروا عنه ومدري شو، لك هذا الحكي كلياته مو موجود. يعني أنا ما بعرف هيك صفحات على التيك توك عربية ليش عم تنشر هذا الشيء؟ يعني ما عم يخطر له إنه ممكن تشوه سمعة الجزائر أو السعودية أو حتى ممكن تشوه سمعة الدين كمان؟ وأنتوا لما ينتشر هيك خبر بالعالم لاحظوا أكثر من صفحة بتصير تحكي كلام من عندها، فهون بتعرفوا الموضوع كلياته كذب، كل صفحة عم تحكي الشيء اللي بدها اياه هي. فيا جماعة الخير لما تسمعوا هذا الشيء انتوا لا تصدقوا، حاليا بهذا العالم عم تنتشر فيديوهات مرعبة من الذكاء الاصطناعي، يعني قسما بالله عم شوف فيديوهات معمولة بطريقة احترافية اكثر من الافلام نفسهم، يعني حرفيا بكره بالمستقبل رح يصيروا يعملوا افلام تتابعوهم انتوا بدون ما الممثلين يعذبوا حالهم، كله على الذكاء الاصطناعي. فانتبهوا يا جماعة الخير، وهيك صفحات انا برأيي لما تشوفوا هيك فيديوهات عندهم لا تعبروهم ولا تشيروا ولا حتى تعلقوا، مشان لا ترفعوا الفيديو ولا تفيدوهم هنن، لانه كل ما شافوا هذا الموضوع انتشر كل ما هلا رح يصيروا ينشروا اخبار كاذبة اكثر، وهيك صفحات بتنشر هيك شغلات كاذبة ما بيهم لا دول ولا تشويه سمعة ولا دين، ما بيهم اي شيء غير المشاهدات. لا وفوق هيك مسمي لي يا احمد، يعني هذا الشخص اللي ناشر هي الاشاعه، يعني كمان بدك تسمي يا اخي سمي اسم ثاني، مسمي لي يا احمد على اسم الرسول. يعني انا والله العظيم اول ما بعثوا لي الفيديو طلعت هيك، يعني اول شيء ما صدقت، بس انه شفت التعليقات كل العالم مصدقه، فانا كمشاهد عادي بدي فوت على الفيديو وشوف التعليقات اكيد رح صدق هذا الشيء. فلما بحثت شوي عن الموضوع لك ما في ولا دليل بدل انه الفيديوهات هي صح، ولا دليل حرفيا. وموضوع انه هذا الشخص عربي لك اذا بتبحث 1% بس بتعرف انه هذا الشخص كلياته مو موجود بالحياه، ما في شخص بالعالم اسمه احمد الفاتح جزائري ومشهور ومتحول. فبس يا جماعه الخير يعني هيك صفحات انا برايي تبلغوا عنها مشان لا تسوي لا سمعة العرب ولا سمعة البلدان حتى. فبس يا جماعه الخير هون بيكون وصلنا لنهايه الفيديو، اكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا شفتوا هدول الفيديوهات وصدقتونا انتم من البدايه،
ولا انه لما شفتوا هدول الفيديوهات وعرفتوا انه هدول فيديوهات تلفيق وذكاء اصطناعي وهذا الشخص اصلا مو موجود بالحياه. واكتبوا لي كمان رايكم عن هذا الشيء اللي عم يصير، عن تشويه السمعه اللي عم يصير للبلدان او للعرب حتى. فبس يا جماعه الخير، اللي مو حط لايك يحط لايك، خلينا نوصل هذا الفيديو اكثر من 2000 لايك، واللي مو مشترك بالقناه يشترك بالقناه، ما ضل شيء يا جماعه الخير لحتى نوصل لل 100,000 مشترك. يعني ما بدكم يعني يا جماعه الخير اعمل فيديو عن درع اليوتيوب؟ يعني افتح الكرتونه هيك وشوف اول شيء الرساله هي اللي ما راح اقراها من الاساس، بعدين طلع درع اليوتيوب بقول لكم والله مختلف عن الانترنت ومدري شو مثل حكي اليوتيوبرز كلياتهم. وصلونا يا جماعه الخير، يعني ما ضل شيء. وحساباتي بتوصل الاجتماعي رح تلاقوها كلياتها بالوصف. اي فكره بتحبوا نشوفها، اي فيديو بتحبوا اني اعمل عليه رده فعل، ابعثوا لي اياها على انستا وعلى التيك توك. ابعثوا لي يا جماعه الخير، بما اعملوا لي منشن بالتعليقات، لا تبعثوا لي على الخاص لانه ما راح اشوفه. او اذا عندكم فكره او ترندات مثل هذا الترند اللي ما كان اصلا طالع لي، فاذا عندكم هيك شيء يا جماعه الخير ابعثوا لي اياها على انستا وعلى التيك توك، او اكتبوا لي تحت بالتعليقات اسم هذا الشخص وانا بعمل عليه ردة فعل. وبس يا جماعة الخير، دمتم مدام الوطن ويعيش الشعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.